قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لك ميعاد تلقى فيه رب الأرض والسماوات، ولا تدري يا مسكين أترزق بهدنة؟ أترزق بوقت تتوب فيه إلى الله؟ أترزق بخبرة وجميل من قبل الله أن تكتب وصاياك، أن توصي أولادك بما هو آت، أم ستؤخذ فجأة؟ وما أكثر موت الفجأة في هذه الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني، والحديث حسنه الألباني، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من إمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. من علامات اقتراب الساعة أن يظهر موت الفجأة. الآن في كل صباح على مرأى ومسمع من الناس: فلان مات، فلان انقلبت به السيارة، فلان أصيب بجلطة دماغية، فلان أصيب بحادث مروع، فلان. وفلان هذا طفل صغير، غلام في بداية مقتبل العمر، طفل رضيع أو غلام صغير أو شاب في ريعونة الشباب أو رجل في اكتمال الرجولة. الآن على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم شباب، فتيات، خبر مات. هذا هو موت الفجأة. المقابر أحبتي في الله ليس مكتوب عليها للكبار فقط. الآن الصغار والشباب يموتون أكثر من الكبار. اللهم أجرنا يا ربنا ولا ترينا في أحبابنا ما نكره. اللهم ارزقنا يا ربنا عند الموت توبة، وعند الموت شهادة،